زمن تتراجع فيه الثقة بالمؤسسات وتغيب فيه النزاهة عن كثير من المواقع، تبرز شخصيات استثنائية تعيد التوازن وتثبت أن العمل العام ما زال يحمل في طياته رجالا يتحلون بالمسؤولية والشفافية. رئيس رابطة مخاطير قضاء جبيل هو واحد من هؤلاء، يجمع بين الثقافة والالتزام ويحرص على أداء دوره بمهنية وهدوء، واضعا مصلحة الناس فوق كل اعتبار. من خلال هذا اللقاء نسلط الضوء على دوره، رؤيته والتحديات التي يواجهها في قيادة رابطة تعد صلة الوصل الأولى بين المواطن والدولة. أستاذ كريستيان، أهلا وسهلا فيك. ميرسي على المقدمة الحلوة. ثانك يو. أستاذنا، شو المهام الأساسية اللي بتقوم فيها رابطة المخاطير بقضاء جبيل؟ رابطة المخاطير هي اسمها بدل عليها، هي بتربط المخاطير ببعضهم، هي بتجمع المخاطير حول دور المختار بكل قضاء. الرابطة هي بيت المختار، هي الملقى للمخاطير مع بعضهم، هي مساحة المخاطير يتشاوروا مع بعضهم. المختار القديم يعطي اشياء للمخاطير الجديدة، هي تنور المخاطير على القوانين والاشياء اللي لازم يعملوها مع ولاد ضياعهم. طيب، كيف بيتم التنسيق اليوم بين المخاطير والبلديات بظل الظروف الصعبة اللي عم تمر فيها البلاد؟ ليك المخاطير والبلديات، أول شيء نحن بجبال في عنا حوالي 42 ضيعة بلا بلدية، يعني نحن مخاطير وأنا من جملة الضيعة اللي ما فيها بلدية. نحن عم نعاني كتير الضيعة اللي ما فيها بلديات، إن كان من ناحية الإنماء والخدمة بالضيعة، بينما لما في بلديات عم بيكون في شوية تعاون بين بعضهم، والبلدية بتقيم هالشغلة عن عاتق المختار. المشكلة هي محل ما فيش بلديات، عم نجرب انه هلأ اذا الله راد حاطين ضمن الشغل اللي حابين نعمله، نعمل لجان صغيرة تكون عم بتساعد هالضيعة اللي ما فيها بلديات، تنكون عم نوصل لهم صوتهم للوزارات للمدراء العامين، تنقدر نوعا ما نكون عم نساعد بانماء الضياع اذا قدرنا، يلي هي شغله منا 100% من شغله الرابطه، من الاعمال اللي هي لازم الرابطه تقوم فيها، بس كمان لان عندنا شباب كثير واصلين بمخاطير، عندهم علاقاتهم كان بالرابطه معنا باللجنه الاداريه او بالمخاطير الموجودين، عم نحاول نستفيد من كل هالمعارف اللي عندهم اياهم، انه نجرب نكون عم نساعد بعضنا بكل الضياع، يعني كل المخاطير تكون عم نساعد بعضنا بكل الضياع زغلرات لخدمة المواطن. الاكيد اولا واخيرا. طيب، عملكم الاساسي هو تقديم خدمات يوميه للمواطنين. طب شو التحديات اللي عم بتواجهوها بظل هالظروف هيدي؟ التحديات كان عندنا مشكله شوي بقصه الطوابع الاميريه، هلا عم تتحلحل، عم نحاول هلا نحن كمان امبارح اول اجتماع هذيك الجمعه نحن اجتمعنا الرابطه بعد ما استلمنا من الرابطه القديمه مشكوره، نجرب نكون عم نعمل لهم الطوابع الأميرية اللي هي منا 100% للمختار هو يكون عم بيأمنها، بس كمان المختار لما بيجي عنده المواطن بده يعمل ورقة عم بيكون عم بحطه قدام أمر واقع إنه مش عم نلاقي مختار، مش عم نلاقي طابع 50,000، مش عم نلاقي طابع 20,000. مسؤولية مين؟ هيدي مسؤولية الدولة مش مسؤوليتنا نحن، بس كمان منحكى مع الوزارة وعم نحاول اذا الله راد امنا هذيك الجمعه، وعم نحاول هلا انه يكون في عندنا حدا وبعثنا رقم شخص على جروب المخاطير تنقدر شوي نساعدهم تنتخطى هالمرحله اللي نحن قاطعين فيها. صار لك فتره بمجال المخاطره وهلا رئيس الرابطه، بالنسبه لعملك وللفتره اللي قضيتها، كيف بتقيم اداء المخاطير بقضاء جبيل؟ أول شيء ما بسمحش لحالي إني أيم أعمال المخاطير كلها بتعقد، المخاطير كلها ما حدا ولا مختار إجا إلا ما عبى محله، والله يطول بعمر المخاطير الكبار اللي بعدهم مخاطير وهالشباب اللي طالعين جديد
نكون عم نكون ماشيين تحت مظلة الرابطة وتحت القانون، كنا كلنا عم نفهم شو القانون ونشتغل على أساسه. نحن عم نتعاون مع ساعة القيم بكل شيء قوانين يلي هي المرجع القانوني الأقرب علينا هون بالقضاء، تنكون عم نخلي المختار يكون قدر الإمكان عم بيشتغل من دون ما يكون عم بيكون في أي خلل بمحل ما. طب يا هل ترى في دور للرابطة بحل النزاعات أو المشاكل بين الأهالي؟ هو المختار هو اللي بيحل بكل ضيعة بضيعتها، بس أكيد الرابطة لأنه فيه نحن 119 مختار، بغض النظر عن نحن 12 اللي بالهيئة الإدارية في 107، لابد ما يكون بضل في حدا يعني يكون بيعرف حدا بمحل ما في مشكلة، نكون عم نساعد بعضنا تنكون عم نحل هالموضوع. بس بالمباشر لا، ما في أي شيء قانون بيسمح بالقانون الداخلي تبع الرابطة. طب يا هل ترى عم تلاقوا دعم من الدولة أو المنظمات الدولية تتحسن مع عملكم؟ للأسف لا. ما في. للأسف ما في. لا. طب يا هل ترى عم تجربوا بطريقة من الطرق تطوروا عمل المختار تيتماشى مع التحول الرقمي والإداري؟ هذا الموضوع حطيناه نحن عملنا هيك كتاب عمل شو بدنا نشتغل نحن بهالسنين اللي بدنا نستلم الرابطة. من جملة الاشياء انه نطور ونمكن نجرب الرابطة. اول شيء نطور القانون الداخلي تبع الرابطة يتماشى مع المكنة، لانه صرنا بمرحلة معمول كان من 25 سنة انه يتماشى هلا بهالمرحلة. هي اول شغلة بدنا نقوم فيها، وهيدي كتير من الكثير عم بيطالبوا فيها. الشغلة الثانية عم نحاول انه هالرابطة كمان تكون بمحل ما عم تتماشى مع السوشيال ميديا مع كل هالامور هيدا، تنكون عم نمشي شوي شوي بالتطور، لان بتعرف الامكانيات ما في امكانيات. المختار دائما من جابته بحط. الرابطة ما فيها اي مردود كبير علينا، ماشي ما في اي مردود يعني الا الاشتراكات وكم شغله. ما بقى مشان هيك عم نحاول انه نكون عم نجرب نعطي من خلال الفيسبوك هالاخبار كلها هيدي، انه يكونوا عم بيطلعوا على كل اخبار الرابطه، على كل القوانين اللي عم تجي، يعني نجرب شوي شوي نمكننا بشكل انه يكون كل مختار قادر توصل له كل القوانين. وعم نشتغل انه نرمم الرابطه في مشروع ترميم الرابطه تتصير هالرابطه مفتوحه بوابها كل يوم لملتقى المختير، المختير اللي جاي من برا او اللي جاي من الضيع يعني بعيد عن قضاء جبال عن مدينه جبال، وكمان اللي قاعد بجبال هون اذا اضطر بده يعمل ورقه شغله يقدر يطلع يكون هالمركز مفتوح. وفرتوا عليه بتكونوا مسافه. اكيد. طب ما حدا معصوم عن الخطا، في مخاطر جداد يمكن بعضهم منهم خاضعين لدورات تدريبيه، يا هل ترى كرابطه عم تجربوا تعملوا دورات تدريبيه او ورش عمل للمخاطر الجداد؟ هيدي مش عم نحاول، هي مجبورة الرابطة تعملها. نحن صار عندنا شوي هيك بجبال السنة، إذا الله راد نحن رح نبلش نعمل. هلا عم استلمنا قلت لك من جمعة عم نظبط شوي المركز تبع الرابطة، عم نشوف شو الأوراق الموجودين، شو كل هالأخبار تنقدر نعمل جمعية عمومية نحكي فيها، ونرجع نبلش نعمل محاضرات. حكينا مع سعادة القيم كانت كتير متحمسة الموضوع، نجيب حدا كمان من وزارة الداخلية يكونوا، لأن في كتير أسئلة المختير بتسألها مش عم ولا حدا عم بيقدر يكون يعطي جواب، نعطي جوابات، والختير الأكبر منا عم بيعطوا جوابات، بس بضل في إلنا بمحلات ما تنحاول نكون عم نتواصلنا مع المسؤولين بوزارة الداخلية. بس بتعرف إنه جمعة إلنا، بس هذا ضروري إن الرابطة هي تكون عم بتوجه المختير. طب في مشكلة أساسية كل الضيعة عم بتعاني منها، هي النزوح السوري، حتى مش إنه الضيعة كل لبنان كإجمال. شو الدور الرابطة أو شو عم جربوا تعملوا مشان تلاقوا حل لهالنزوح السوري؟ كرابطة ما إلها أي دور، بس نحن كانت مشكورة ساعة القيم مع ساعة المحافظ أكيد بتوجيهات مع الوزير الداخلية،
قطع فترة طلبوا منا، عملنا إحصاءات، في كانوا أوراق نموذجات مجبورين نعبيها. من خلال هذا الموضوع نحن كنا عم نساعد الدولة بهذا الموضوع، بس أكثر من هيك ما عندنا أي صلاحية. يعني كنا ضمن صلاحيات ديجا حطتها معي الوزير وساعة المحافظ أكيد. طب مش لازم نعطي صلاحيات اكثر بكل واحد بمنطقته كمختار؟ شغلة أكبر من هيك، شغلة أنت بتعرف يعني هلا على صعيد لبنان كلها، بس نحن قدرنا بكل الضياع المختير إنه جربنا 90% أو أكثر نكون عم نقدر نحصي عدد الموجودين بالضياع. وفي نموذجات عبيناها بطلب من ساعة الأيام مقام، حددت الأعداد والأعمار وشو عم بيشتغلوا كل هذا الموضوع. في منهم زبطوا اوراقه وبعده موجود بالضيعة عم بيشتغل، وفي منهم فل، والأجهزة هي المخولة. يعني الأمن العام كان هو عم بيساعدنا كمان بكل هالمواضيع. طب شو الرسالة تبعتكم لأهالي القضاء بظل الظروف الصعبة اللي عم بيعيشها لبنان؟ نحن نتمنى من أهلنا أنه يتفهموا هالمختار اللي عم بيتعب دون أي مقابل، وهذا هو بحب هيك، ما حدا فرض عليه يعمل مختار. المختار بتعرف انه بيرافق الواحد من نهار اللي من ساعة اللي بيخلق لما ماتوا. المختار لازم يقدر وين ما كان، وين ما بيكون. المختار دائما عم بيشارك هو من لحمه الحي. هيدي من ناحية وجوده بالمجتمع. هلا المختار الاحترام اكيد موجود وين ما بيكون بالضياع، بس هالشي هيدا نحن بنتمنى انه اهلنا يقدروا هالشي، يقدروا دور المختار، لانه فعلا عم بيكون هو الجندي المجهول بكل اللي عم بيصير بالضياع. ومنا قصة انه المختار بيعمل افادة سكن وبيع واخراج آيات، لا، المختار عنده شغل اكبر بكتير ما ببينه، لانه المختار هو جاي لخدمة العالم. بقى هيدي لازم ولاد الضيع وولاد المدن يقدروا دور المختار. هيدا بتمنى عليهم هالشي، وان شاء الله خير اذا الله راد. من هلا الكم سنة بنكون نرجع نشد حيلنا اكثر كم خطير اذا الله راد. على امل انه نلتقى فيك بالدورة الثانية. نتمنى لك كل خير ويعطيك الف عافية. ميرسي لك، ميرسي على استضافتكم. ثانك يو، ميرسي.